هل هناك عقلاء في الجزائر ما زال يفهموا بأن الخصومات مع إخواننا وأشقائنا في المغرب هي كارثة على البلدين وعلى الشعبين؟ هو الحقيقة أن الملك المغربي كان قد مد يده، لازم نكونوا منصفين أنه في الحقيقة حتى قبل 3 سنوات كان ما زال يقول أنه يمد يده. أكثر الهجوم والمواقف السلبية جاءت من نظام الجزائر. غلق الحدود في 94، قطع العلاقات وغلق الأجواء جاء من نظام الجزائر. التصعيد في الغالب يأتي من نظام الجزائر. قناعتي أن صاحب القرار في المغرب لن يبدأ أبدا بهجوم على الجزائر. من بين النقاط أيضا أن يتم حل الخصومات والخلافات بين النظام الجزائري والنظام المغربي، بين الجزائر والمغرب. وهنا في الحقيقة وللإنصاف يجب قول ذلك، أكثر الهجوم والمواقف السلبية جاءت من نظام الجزائر. غلق الحدود في 94 جاء من نظام الجزائر. قطع العلاقات وغلق الأجواء في 2021 جاء من نظام الجزائر. التصعيد في الغالب يأتي من نظام الجزائر. نعم، بعض إخواننا يقول لك راهم جابت لنا إسرائيل، لكن في الحقيقة لا، راهو الجماعة نتاعنا، جماعة الجزائر، حكامنا، حكام العصابة هؤلاء راهم هم اللي سبقوا. لكن أحيانا باش تنحي أي ما يسمى بالبريتكست، ما يسمى بالبحث على الشماعة، يا سيدي انت راك تشوفها شماعة.